تعالي يا عروسه، نورت البيت والله. انا عارف ان هو البيت مش قد المقام، بس ان شاء الله والله هخلولك بصي كامل مكمل باذن الله. لا يا عادل انا راضيه باي حاجه، اهم حاجه احنا مع بعض ورضا الحمد لله، وانا ايدي في ايدك هنخلي البيت ده جنه ان شاء الله. ايه يا ندى، انت قلت انت وابوك ان انتوا هتروحوا؟ انتوا ايه اللي جابكوا هنا الشقه؟ جايين نشوف بخت اخت الاسود يا عادل، عايزه اشوف الزريبه اللي اختي هتعيش فيها. استغفر الله العظيم. ايه يا ندى مالوش لزوم الكلام ده دلوقتي يا ندى، في ايه؟ في ايه؟ فين انت هتعيش في الزريبه دي؟ عادي بالنسبه لك حب ايه يا اختي اللي هيعيش في الزريبه دي؟ لو سمحت يا ندى، اختك موافقه؟ هو انت جايه تلعبي في دماغها بعد ما اتجوزنا وكتبنا الكتاب ولا ايه؟ لا والله. هو انت شايفه الاسلوب اللي جوزك بيعاملني بيه ده في حلم؟ طب ما هو انت يا ندى اللي جايه تتكلمي وتقولي الكلام ده ملوش لازمه في ليه دخلتي؟ بتكلم في كلام مش موجود. دي زريبه زريبه يا هدير، ده ابوكي جوه قاعد محروق دمه. بعد اذنك خد ابوكي واتكلوا على الله، وانا ان شاء الله ربنا هيعيني